عاملين ايه؟ وحشتوني. ده أول فيديو ليا على القناة. يعتبر روتين أو جزء كبير من بيتي. آه، هيطلع معاكم. وده كان بناء عن طلب ناس قريبة ليا. ورينا بتعملي ايه يا قلنا. ورينا أفكارك لرمضان السنة دي. طبعا الفيديو متأخر لأن انتوا عارفين ان أنا يعني لازم أنجز في آخر حاجة. فالفيديو دوّة متأخّر برغم إن أنا كنت بادئة من بدري جدًا عشان أغيّر الreception. مبدئيًا كده أنا بيتي بسيط جدًا، هو يا دوبك القعدة اللي أنتم شايفينها دي ومطبخ American كده مفتوح صغنّن على قدّنا، وأوضتين جوّه والحمّام. فباحب أقعد أشقلب فيه كده. وطبعًا كل اللي برّه عارفين فاكرين بقى، اللي مش عارفين قُلنا، ففاكرين بقى إن قُلنا دي ياما هنا وياما هناك وتحت القبة شيخ وحاجات كده. بس والله العظيم عايزة أقول لكم إن أنا يعني باشيل وباحوّش وبافضل أحلم وأفكّر في حاجات نِفْسي أعملها، عشان دايمًا نِفْسي أحس إحساس الدفء وإحساس النضافة، إحساس الراحة، إحساس إن لمّا ولادي يسمعوا كلمة بيت وجوزي يحسّوا قد إيه إن البيت ده سَكَن بجد، سَكَن بقى عصري لطيف دافي. كل الحاجات الحلوة دي والمشاعر دي دايمًا بتختلط بيّا بكلمة البيت. فهيا نبدأ بقى رحلة التغيير. ما غيّرناش كتير أوي. بس التغيير بصراحة كان يعني اللي هيتفرّج بعد كده هيحس إن إيه، يعني إحنا عملنا. برغم إن أنا حوّشت. بقى لي كام شهر باحوّش، وكنت باشيل حاجة، حاجة، يعني البوية مثلًا. إحنا هنبيّض الجزء اللي في الreception ده عشان كده أنا باورّيكم الreception كان قبل عامل إزاي. كنت باقعد أحُط عليه شيلان وحاجات كده عشان يدّي شكل، بس كان برضه في شوية حاجات متهربدة كده، عشان كده فكّرت إن إحنا نغيّرها سوا مع بعض. أول حاجة الحيطة اللي ورا الكنبة الكبيرة دي هاغيّرها، وجِبت جردل البوية بتاعها كلّفني حوالي 250، 300 جنيه. آآ وبقى دوّة يعني التغيير ده مش لازم يبقى وقتي. فكّري وبعد كده اعرفي إزاي إمتى هتشيلي الحاجات اللي بتفيض علشان تعملي بأريحية، وتعملي مع بعضه عشان يظهر. بفضل الله كان عندي شوية زرع وحاجات كده لإن أنا مدمنة الحاجات دي، فباجيب وباركن وباشيل وباحاول أجمّل على قد ما أقدر الصورة الموجودة، إلى أن يتم التغيير اللي في دماغي. كل دوّة ورق حائط، مش ورق حائط كمان هو ده sticker ده بيبقى أرخص من ورق الحائط، باغيّره كل فترة ومش كل فترة قريّبة خالص، يعني الورق ده بقى له حوالي 3 سنين. آآ غيّرته عشان بس يبقى المُجمل حلو. هنبدأ بقى فكرة التغيير إن أنا بكل بساطة كده رُحت راكنة الأنتريه على جنب، ورُحت منفّضة الحيطة. شِلنا كل الأرفف، الأرفف دي أنا برضه كنت عملتها عند أرخص نجار ممكن تتخيلوه. لو حد بقى عايز كل الأرقام والحاجات اللي أنا استخدمتها، الحاجات دي كلّها معايا اكتبوه لي تحت في تعليقات تحت الفيديو، وأنا هاكتب لكم أنا اتعاملت مع مين، وبجد الأسعار كانت فظيعة. آآ، فأنا هاشيل الحاجات ديّة، وبالمناسبة أنا باشاور لكم هنا على الأبليك دوّة كان بُصّوا صدّى، والكوباية بتاعته كانت اتكسرت وأنا بابيض، فأنا عملتها لكم حاجة تحفة. خشوا بقى على الإنستجرام بتاعي وشوفوا الحاجات البسيطة دي باعمل لها فيديوهات بسيطة جدًا، وتكون خفيفة كده علينا، تابعوني هناك برضه هتتبسطوا أوي. جِبت بقى ال الزعافة بتاعة الحيطة دي، وفضلت أنزّل كل التراب ده أهم حاجة قبل البوية. بدأت بقى أتأكد إن ما فيش أي تراب خالص على الحيطة، بدأنا ننضفها تنضيفة كويسة، مش هنصبّنها طبعًا لإن إحنا كده هنغيّر اللون دوّة. فلقيت بقى حاجات كده على الحيطة مش عايزة تطلع وأخرام غريبة، واكتشفت إن أنا ما جبتش معجون، فأنا حبيت إن أنا يعني أتجنن، جبت شوية جبس أبيض كده على أسمنت أبيض والله العظيم. وقُلت هاجرّب، وأنا فعلًا جرّبت معاكم وعلى فكرة الموضوع نجح جدًا، يعني التجارب دي أهم حاجة، أهم حاجة إن أنت يبقى عندك روح المغامرة. رُحت عجنتهم كده وسِبتهم لحد ما نشفوا، بعد كده بسكينة المعجون وسويت الحيطة والدنيا كانت زي الفل يعني. وعايزين نمشّي الحال لإن إيه، لمّا بنُقف في الحاجات الصغيّرة دي بتلاقي كل حاجة وقفت. بعد كده وأنا كمان هنا كنت داهنة بالليل، فما كنتش ينفع إن أنا أنزل أجيب معجون ومش عايزة أوقّف وكان خلاص رمضان يعني فاضل له يومين. بعد كده فتحت اللون معاكم لو عايزين نفس درجة اللون ديّة قولوا لي وهاكتبها لكم تحت الفيديو برضه. وبعد كده بدأت بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده أفرد البوية واحدة، واحدة، والحيطة دي خدت منّي بالضبط وشّين.
كنت فاكرة إن الوقت هيقعد كتير لإن كان رمضان قبليها بيومين كده كان الجو بدأ يسقّع برضه تاني. بس الفكرة إن يعني كانت ساعة ونُص بالضبط والحيطة نشفت تمامًا، ورجعت اديتها الوش التاني. في غلطة هنا أنا غلطتها إن أنا كنت جايبة شريط الطيب اللي هو بيتلف على أي حاجة أنت مش عايزها طول البوية، فأنا كنت المفروض أعملها عند الزاوية اللي فوق دي، وللأسف أنا نسيت ولطّشت شوية بس هنضبّطها مع بعض. وده كان الشكل النهائي بعد البوية. طبعًا لسه الدنيا مكركبة، السجادة دي بتاعة مامتي، فكنت فارشاها لإني كنت بِعت القديمة وجِبت جديد. من فكرة من برضه رحلة التغيير. بعد كده جِبت الحيطة اللي في وِش الحيطة ديّة وجِبت لها sticker خشبي. طبعًا أنا باعشق الأخشاب، كل الحاجات اللي فيها خشب وخيش دي تلاقوني زايطة فيها، ما تفهموش ليه. وبدأت إن أنا ألزقه معاكم كده، الموضوع بسيط جدًا، وكانت هي دي النهاية. نهاية مرضية جدًا. مبسوطة. معظم الحاجات بفضل ربنا عليّا معمولة بإيديّا، ودي من أسعد الحاجات اللي أنت ممكن تبقى قاعد في بيتك كده باصص في كل رُكن فيه. أنت تعبت في الرُكن ده، أنت بجد عملت ده. وكان هنا البداية المطبخ، لإن إحنا عملنا reel على المطبخ وإحنا بنعمله، وبصراحة جاب على التيك توك. يعني استغربت جدًا كمية الناس اللي دخلت سألتني، وعلى الإنستجرام كمان، فتابعوا الاتنين. المطبخ أهو بعد ما اتفرش. الحمد لله أنا راضية جدًا عن النتيجة. لو تفتكروا لو رجّعتوا الفيديو من الأول هتلاقوا إن الجزامة دي كانت أبيض بس الحتّة اللي فوق دي كانت بُني، فما كانت قافلة أوي. فأنا استبدلتها بالستيكر الخشبي اللي أنا حرفيًا باعشقه، وبرضه عاملة لكم reel إزاي نجيب الستيكر الخشبي بأرخص سعر ممكن في مصر. شايفين الشكل؟ بفضل الله أنا راضية عنه جدًا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ربنا يبارك لي في بيتي الصغير البسيط دوّة. والله العظيم كل حاجة معمولة يعني بتأني، وفكرت كده بالراحة، فضلت أشيل جنيه على جنيه زي ما بيقولوا. بانزل يعني أرخص الأماكن عشان أدوّر وعشان أجيب، باحاول أبتكر، باحاول أعمل ديكورات بإيدي، باحاول أعمل إعادة تدوير لحاجات كانت عندي، وكل دوّة برضه أنا باعمله لكم على الإنستجرام. تابعوني عليه. أتمنى التغيير يعجبكم. ما لحقتش إن أنا أفرش معاكم بصراحة لإن الوقت كان ضيّق جدًا، ده حوالي تالت يوم رمضان باصوّر لكم بعد ما فرشت، بعديها بيومين لإني كنت مزنوقة جدًا في حاجات وشغل تاني. أتمنى الفرش يكون عجبكم. لو عندكم أي أسئلة ليّا اسألوها لي تحت الفيديو. ومستعدة أساعد أي حد والله نِفْسه إنه يغيّر في بيته أو يتجرأ ويعمل. بجد اعملوا يا جماعة، ما فيش أحلى من إن إحنا يعني تلاقي شقاكِ في بيتِك. دي أحلى حاجة في الدنيا، إنِّك أنتِ تقولي فين تعب السنين دي؟ في بيتي وفي ولادي، في إن ولادي قاعدين مبسوطين، قاعدين مرتاحين، قاعدين قعدة حلوة. آآ فبجد اوعوا تستخسروا في ولادكم، في بيوتكم. آآ يعني باقول لكل سِت خايفة إن هي تتجنن، لأ اتجنني وغامري. يعني بجد حاولي اعملي بإيدِك. الموضوع ده مختلف تمامًا. شايفين الشيلان اللي أنا حاطاه دي مش شيلان، ده reel كده هانزّله لكم قريب جدًا على الإنستجرام، إزاي جِبت القماش ده بسعر رخيص جدًا ورميته، وهو كمان ولا خفيف ولا تقيل، بس هو بيتحط كده بيدّي منظر. وكمان هاغيّر شكله معاكم على العيد. فيا ريت بقى تتابعوني الفترة الجاية وتشجعوني عشان ده أول فيديو ليّا وفيه روتين لبيتي. قولوا لي إيه رأيكم في التغيير. برضه الصناديق دي أنا عملتها من كذا سنة، من 3، 4 سنين. فدوّة مش كوز، دوّة sticker. الsticker ده عشقي. باشجّع أي حد عايز يغيّر يعني لأ، يجرّب ما يقولش لأ. باورّيكم كمان هنا الحيطة هنا الحمد لله بُصّوا، يعني حتى اللي أنا عملته بالجبس وفكرة إن أنا قُلت أجرّب حاجة يعني ما حدش عملها قبل كده، نفعت. يعني أنا ما عطّلتش نَفْسي ونفعت. حابة كمان أعرّفكم إن التفصيل الطقم اللي أنا حاطاه على الترابيزة ملبّسة بيه الcushions والزرعة ديّة كان من تفصيلي أنا. اتبسطت أوي إن الفكرة جات لي كده. فقعدت ألِم كل القماش اللي عندي قبليها بيوم، يوم وقفة رمضان بالليل بعد ما صلّيت أول تراويح قعدت عملتها. فأتمنى التغيير ده يكون حلو. أنا عن نفسي مبسوطة بيه جدًا، ويا ريت تشجعوني عشان ناس كتير جدًا طلبوا منّي غيّرت أوضة ولادي إزاي، وكمان تفاصيل النجارة.
تفاصيل الفرش بعد ما نزّلت الhistory بتاعتها، فلو لقيت تفاعل على الفيديو ده إن شاء الله هانزّل قريب جدًا فيديو تاني لأوضة الولاد. باي، باي.